الست في مجتمعاتنا ساعات بتتنسي من نفسها، بتنسى ضحكتها، هواياتها، كلامها الحلو. في سؤال بسيط بس تقيل قوي لما بنسأله لنفسنا: هو أنا مين؟ مش قصدي انت مين في البطاقة، ولا انت متجوزة مين، ولا أم لمين. أنا قصدي انت مين من جواكي. ايه اللي بيفرحك؟ ايه اللي بيروق قلبك؟ وامتى آخر مرة عملتي حاجة ليكي انت، مش لحد تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. قبل ما نبدأ بقى فيديو النهاردة، ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله، أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما نبدأ الفيديو. الست في مجتمعاتنا ساعات بتتنسي من نفسها، بتنسى ضحكتها، هواياتها، كلامها الحلو، وشها اللي منور من غير ميك اب. بتتحول لمجموعة أدوار: أم، زوجة، بنت، أخت، وكل دور بياخد حتة منها، لحد ما تلاقي نفسها قاعدة في آخر اليوم وساكتة ومش عارفة ليه هي مش مرتاحة. بس تعالي كده نفتكر إن ربنا ما بينساش عباده، حتى لو هم نسيوا نفسهم. في عز ما انت مضغوطة على روحك عشان الكل يرتاح، ربنا شايفك وعارف إن قلبك محتاج حنية، وإنك بتخبي التعب تحت الابتسامة. عاوزة أحكي لكم عن قصة سمعتها وأثرت فيا. كان في ست بسيطة وهنقول اسمها منى، ربة بيت، أم ل3 أطفال. كل يوم بتصحى الساعة 6 الصبح تفطر للأولاد، تجهزهم للمدرسة، تغسل، تكنس، تطبخ، تروق البيت، وتنام متأخرة وهي ما عندهاش أي طاقة، يعني زي أمهات كتير وستات كتير. ومع الأيام ابتدت تحس إنها مش حاسة بحاجة. الضحك بقى مجاملة، الكلام قليل، والشغل ملوش طعم. قلبها ساكت بس عينيها دايما زعلانة، كأن في وجع مش مفهوم. وفي مرة كانت داخلة في فصل الشتاء وبترتب الدولاب بتاعها، وهي بتنزل الهدوم ووقعت علبة كرتونة قديمة. فتحتها لقت فيها الكشكول بتاعها اللي كانت بتكتب فيه كل حاجة نفسها تعملها في المستقبل وكل حاجة بتحبها. كانت كاتبة إنها بتحب الرسم وبتحب تصمم فساتين وبتحب القراءة والكتابة، وإنها نفسها لما تكبر تفتح مكتبة صغيرة أو تكون مصممة أزياء. الست دي فضلت ساكتة شوية وبعدين دموعها نزلت، مش عشان حنت لكن عشان اتفاجئت إنها نسيت البنت دي تماما. اللي بتحب القراءة راحت، واللي كانت بتحب الرسم راحت، واللي كانت بتحلم بمكتبة نسيت تحلم، اللي كانت بتكتب لنفسها بطلت تكتب وتسمع صوتها من كتر الزحمة. بعد اليوم ده منى قررت حاجة بسيطة جدا: كل أسبوع هتكتب في نفس الكشكول ده أي حاجة بسيطة بتحبها أو جات على بالها ونفسها تكتبها. وبدأت كل فترة استراحة تقرأ كتاب أو ترسم حتى وردة على الورق، تكتب لنفسها جمل صغيرة جميلة قبل النوم. والمفاجأة لما رجعت لنفسها قدرت تضحك من قلبها وتحب ولادها أكتر، وتتكلم مع جوزها من غير قهر، وتقول للناس أنا تعبانة وده حقي، لأنها أخيرا سمعت صوت نفسها وافتكرت إنها مش بس أم أو زوجة، هي كمان منى، البنت اللي كانت بتحب تقرأ وتكتب وترسم. يمكن الفيديو ده ظهر ليك عشان تفتحي الصندوق اللي جوه قلبك وتسألي نفسك: أنا مين؟ وفين راح صوتي؟ وإمتى آخر مرة كتبت لنفسي؟ تعالي نرجع خطوة لورا، نقرب من نفسنا ونرجع نسمعها، نطبطب عليها وندور سوا على راحة قلبنا. هقولك على 5 أو 6 حاجات كده معدتهمش بصراحة، إن شاء الله يرجعوكي لنفسك تاني. أول حاجة: اعترفي بمشاعرك من غير خجل. في جملة دايما بسمعها من الستات: أنا مش من حقي أعيط، غيري عايش في بلاوي، ده أنا أحسن من ناس كتير. غيرك فعلا ممكن يكون بيعاني، بس ده ما يمنعش إنك انت كمان عندك حق تحسي. طبيعي إن القلب يزعل، يفرح ويشتاق ويتوجع، ولو فضلتي تسكتي كل ده قلبك هيبقى مليان حاجات مش مفهومة، وهتلاقي نفسك بتعيطي فجأة من غير سبب، أو بتتخانقي مع أولادك من غير قصد. عارفة لما الطفل يقع وبيكون عاوز حد يقوله يلا قوم أنا شايفاك؟ انت كمان محتاجة حد يقولك أنا شايف تعبك، بس لو محدش قالك قوليها لنفسك. ربنا لطيف بعباده، ولو كنت شايلة فوق طاقتك يبقى طبيعي تعيطي وتتكلمي وتفضفضي. دي مش قلة إيمان، طالما الحمد لله انت مش بتعترضي على قضاء الله، انت بس في حاجات مزعلاكي، وطبيعي أي إنسان مننا بيتأثر، فما ينفعش تخزني كل حاجة في قلبك تكون وحشة. حاولي تفضي اللي جواكي. تاني حاجة: راقبي نفسك من غير جلد. في فرق ما بين أنا بلوم نفسي وأنا عايزة أفهم نفسي. أنا عايزة أقولك جربي تبصي لنفسك كأنك بتبصي على واحدة بتحبيها جدا. لما تغلط هتزعقي لها ولا هتقولي لها طب ليه عملتي كده؟ طب تعالي نشوف حل. ممكن تلاقيها بتغلط تاني وتالت وبتصبري عليها. كل ده ليه؟ عشان انت بتحبيها.
فبتستحمليها وبتكوني معاها واحدة واحدة. عشان كده انت لازم تحبي نفسك الأول. في واحدة قالت لي جملة أثرت فيا جدا، قالت لي أنا كل يوم بالليل بجلد نفسي، ملحقتش أطبخ، زعقت لأولادي، نسيت أرد على ماما، ضربت بنتي، يمكن قلت كلمة لفلان وزعل مني، يوه نسيت أكلم فلانة اللي قالت لي إن هي راحة للدكتور ونسيت أطمن عليها، يمكن دلوقتي تزعل مني. بس عمري ما سألت نفسي طب انتي تعبانة النهاردة؟ كنتي محتاجة ايه؟ كان نفسك في ايه النهاردة؟ مفيش مرة فكرت في نفسي. تخيلي لو كل يوم سألتي نفسك السؤال ده بدل ما تلوميها، انك كل يوم تحاولي تقومي وتبتسمي وتحاولي مع نفسك عشان تكوني احسن، فدي حاجة هتكون حلوة جدا عند ربنا بإذن الله، واكيد ربنا ان شاء الله هيساعدك وهيكون معاكي. تالت حاجة، مارسي التأمل بطريقتك. التأمل مش لازم يبقى جلسة قاعدة في أوضة والدنيا ضلمة ومنورة شموع، لا 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 لا، مش ده التأمل خالص من وجهة نظري الصراحة. التأمل ممكن يكون وقت بسيط بتعيشيه ببطء، يعني مثلا بتغلي مية لنسكافيه وتقعدي تسمعي صوت الغليان، تفتحي يا ست الشباك وتبصي للسما 3 دقايق من غير موبايل. وعاوزة أقولك على حاجة جربيها، صلي الفجر واقعدي لحد الشروق، وطول الوقت ده انت باصة للسما بتأمل وقاعدة في الجو اللي مليان هدوء من غير بقى دوشة ناس ولا صوت عربيات، وهيكون أكيد إن شاء الله الناس اللي عايشة معاكي نايمة. فتأملي كده في السما وفي الجو، وبعيدي عنك التليفون خالص، بلاش يكون وانتي قاعدة جنبك التليفون نهائي، عشان ما يجيلكيش أي رسالة أو يجيلك إشعار يفصلك عن الجو ده. وخلي جنبك إزازة مية، ويا بقى لو طول ما انتي قاعدة لسانك ما بطلش ذكر. إذا يا ستي ما قدرتيش تقعدي من الفجر للشروق، اقعدي بس حتى 10 دقايق كل يوم في الوقت ده، جربيها وإن شاء الله هتدعيلي. رابع حاجة، ارجعي لحاجات بتحبيها حتى لو نسيتي بتحبي ايه. الستات بتنسى تحب نفسها، والحب ده مش أنانية على فكرة، بالعكس ده أمان. اللي بيحب نفسه بيعرف يدي، لكن اللي ناسي روحه ما بيقدمش غير فتافيت. في واحدة أم ال4 ولاد قالت لي إنها بدأت تكتب خواطر على الموبايل، وكل ما تحس إنها تايهة تفتح النوتة وتكتب كل اللي في قلبها وعقلها. مش لازم تكوني شاعرة على فكرة، يكفي إنك تكتبي اللي جواكي من غير فلترة. خامس حاجة، وقتك مش حرام عليكي. في فكرة للأسف مترسخة فينا، لو قعدتي ساعة لوحدك تبقي ست مهملة، لكن الحقيقة الست اللي بتاخد وقت لنفسها دي ست بتحترم روحها وبتجهزها تكمل الطريق. قولي لجوزك وأولادك أو لأي حد عايش معاكي في البيت أنا محتاجة ساعة بس أرتاح أهدى أبقى مع نفسي. دي مش أنانية، حتى عشان اللي معاكي يعرف إن انت كمان ليكي حق. في الختام عاوزة أقولك أنا عارفة إنك مشغولة، بس يا ترى في وسط كل ده انت فين ضحكتك؟ فين راحتك وسعادتك؟ فين الإحساس إنك مرتاحة وإن قلبك ساكن ومش تعبان؟ لو نسيتي نفسك خلي الفيديو ده يبقى زي الكارت اللي يلفت نظرك. اعملي لنفسك ميعاد كل يوم حتى لو ساعة، وإن الوقت ده يكون ليكي انت بس، حتى لو هتقعدي ما تعمليش أي حاجة، بس خلي لسانك شغال بالذكر. ولو سمحتي ابعدي عنك التليفون، بلاش الساعة دي تهلكي فيها مخك، لأنك صدقيني بعديها برضو هتحسي إن انت مش متقبلة أي حد ومش متقبلة نفسك حتى. انت مش متخيلة التليفون بيتلف المخ والروح قد ايه. لو الفيديو ده بقى لمس فيكي حاجة فياريت تفرحيني بدعوة حلوة منك. شكرا انكم سمعتوني للآخر، يا رب يا رب يكون الفيديو أفادكم. أقابلكم إن شاء الله في حكاية وفضفضة جديدة بإذن الله. ولو نفسكم أتكلم معاكم في أي حاجة اكتبولي في الكومنتات وإن شاء الله هتكلم فيها المرة الجاية. بحبكم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سلام عليكم.